قد يسأل سائل: لماذا سمي هذا المد مد بدل؟ سمي هذا المد مد بدل لأنه يتعلق بقاعدة من قواعد لغة العرب. انتبهوا إليها، أمرها بسيط جدا. العرب أيها الإخوة لا يجمعون في نطقهم بين همزتين الثانية منهما ساكنة. استوعبوا جيدا، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. يعني اسمعوا، لما قلت الآن ماذا نطقت؟ نطقت همزة مفتوحة يتلوها همزة ساكنة. العرب لا تقول إن وجد في كلامهم قالوا يعني يبدلون الثانية ألفا. لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. لا تقول العرب فإن وجد في كلامهم أبدلوا الثانية الساكنة واوا. لما واوا؟ لأن الأولى مضمومة، أبدلوها حرف مد من جنس الأولى. فبدل من أن يقولوا أؤتوا أو أصلا أؤتيوا بوزن أفعلوا يقولون أوتوا. بدل من أن يقولوا أدم على وزن أفعل يقولون آدم. بدل من أن يقولوا إئمان على وزن إفعال يقولون إيمان. أعيد القاعدة وهي سهلة جدا: لا تجمع العرب في نطقها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، هذا الشرط. فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. هذا السبب الذي جعل العلماء يسمون هذا المد مد بدل، لأن فيه إبدال الهمزة الثانية الساكنة، إبدالها حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. نرى اللوحة التي بعدها. وسبب تسميته بالبدل أن العرب لا تجمع في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. نحو، أعطينا العبارة اللي بعدها. أيوة، أدم بوزن أفعل تبدل الهمزة الثانية ألفا. شو بتصير أيها الإخوة؟ آدم. آدم. نعم. السطر الثاني أؤتوا. أؤتوا أصلها أؤتيوا بوزن أفعلوا. أؤتوا، لاحظوا همزتين ثانيتهما ساكنة تبدل الهمزة الثانية واوا. شو بتصير أيها الإخوة؟ أوتوا. المثال الثالث والأخير إئمانا تبدل الهمزة الثانية ياء فتصير أيها الإخوة إيمانا. هذا هو مد البدل، وهذا هو سبب تسميته. مد البدل عند المجودين كل همز ممدود. كل ما شفت في القرآن همزة ممدودة، أو إي، هذه الأصوات الثلاثة، هذا عند القراء اسمه مد البدل. سبب التسمية أنه في أصل هذا المد لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. هذا الأصل. لا، هذا يعني في علم الصرف. لما أقول الأصل يعني في اللغة وفي علم الصرف. لكن عندنا في التجويد لا يشترط في مد البدل أن يكون كل مد بدل أصله همزتان. لما بقول آمنوا وزنها أفعلوا، أصلها أأمنوا، نعم أصلها همزتان. لكن لما أقول وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا عندنا في التجويد مد بدل. انتبهنا؟ هل أصلها همزتان؟ أبدا، ما أصلها همزتان. همزة فعل جاء أتبعت بواو الجماعة. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
هذا همز ممدود، عندنا في التجويد نسميه بدل. هل أصله همزتان؟ أبدا. واو فعل راء يرائي، الهمزة أصلية من أصل الفعل، وجاء بعدها واو الجماعة. إذن في علم التجويد نكتفي بكلمة كل همز ممدود، ما نكثر كلام على الطالب. ولولا أني أردت أن أبين سبب التسمية ما تكلمت. سبب التسمية ليس تجويد، سبب التسمية من علم الصرف. في التجويد كل همز ممدود وبس. دائما حاولوا لا تكثروا كلام على الطلاب.